السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلمى حسن، أخصائية نفسية وماجستير علم نفس كلينيكي واستشاري علاقات زوجية وأسرية، وكمان استشاري لو أنت طالب ثانوية عامة ومش عارف تذاكر، مش عارف تركز، ما عندك مشاكل في البيت مأثرة عليك، عايز تقسم السنة لسه مفتحتش ومبدأتش مذاكرة، مش عارف تنام كويس، مش عارف تصحى كويس. كل الحاجات دي ممكن أقدمها لك على الرقم اللي هيظهر على الشاشة ده، في جلسة زوم أنا وأنت سهرة رمزي جدا. الفيديو النهاردة بيتكلم عن إيه؟ أنا دلوقتي بذاكر كتير بس ما عنديش تحصيل دراسي كتير، بمعنى ان انا كسلمى انا بذاكر وقت طويل جدا، بذاكر عدد ساعات كبيرة ومش بحصل حاجة في الاخر. مثال على ده، مش فاكرة قلت قبل كده ولا لأ، انا دلوقتي في دورة سيرة نبوية مع علاء حامد، انا ومحمد، انا زوجة محمد ماهر. فمحمد بيبقى قاعد في الركنة وانا ببقى قاعدة في المطبخ فبغسل او بعمل حاجة، فبسمع الدرس. بعد الدرس بيبقى فيه اختبار، فانا بحل الاختبار ومحمد ما بيحلوش اصلا، محمد مش معايا، يعني هو محمد بعيد سامع طشاش كده من بعيد. في اختبار نهائي للمستوى الاول، هو الشيخ خلصه، انا جبت 45 من 50 ومحمد جاب 44 من 50. ليه؟ عشان هو عنده تركيز وزيادة تحصيل وإنجاز أكتر مني في حاجات كتير، هو بيلقط المعلومة وبيركز فيها. صفاتنا مختلفة في الحتة اللي أنا بركز فيها. هو بيركز بدماغ مدرس، أنا بركز بدماغ مستمع وأخصائي نفسي بيحلل المعلومة نفسيا، ومش بركز على المحتوى اللي بيتقدم لي، هو بيتقدم لي كأنهي نوع من المعلومات، على قد ما أنا باخد الخلاصة اللي تناسبني أنا، مش بتعامل مع المحتوى كمحتوى أنا همتحن فيه يعني، او هيبقى فيه اختبار. انا ما عنديش مشكله في ان انا اجيب درجه صغيره او ما اجيبش، مش هيتفرق معايا في حاجه. انا اهم حاجه عرفت يعني ايه سيره، عرفت يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الصحابه، مع زوجاته، مع ابنائه. عرفت كل ده، عرفت السنه اللي انا هعرف امشي بيها في حياتي. بس برضو انا ستيل عندي مشكله التحصيل الدراسي عموما. فايه المشكله او الغلط اللي انا عملته في الموقف اللي انا قلته؟ ان انا ما سمعتش ودن مدرس هيحط امتحان، فانا هجيب الامتحان في انهي جزئيه. هكذا تعاملنا مع الماده اللي احنا بنذاكرها عشان نحصل بشكل كبير ان انا بذاكرها بدماغ ناقد، مش بذاكرها بدماغ طالب. يعني انا مش همي الاول والاخير ان انا احفظ كم معلومات كبير، لا، همي الاول والاخير ان انا احفظ المعلومات اللي موضع سؤال. ازاي؟ زي امتحانات ثانوية عامة كتير عدت علينا قبل كده، في مدرسين معانا وفي مراجعات. فالمدرس يعني أقرب مثال لده، محمد عامل مراجعة نهائية في القناة بتاعته على العربي، فهو بيقولك في المراجعة ايه الحاجات اللي موضوع سؤال، فانت بتذاكر على أساس ده. مثال، أنا دلوقتي بذاكر المادة، وأنا قلت بنذاكر المادة ازاي، وفي طرق كتير قوي بنذاكر بيها، بس دي أسرع طريقة وأنجز طريقة لو انت ما فتحتش المادة بقالك كتير. انت بتعمل هايلايت على الصفحتين دول، بعد ما بتعمل هايلايت على الصفحتين دول بالنقط المهمة بتعمل أسئلة عليه، بتحل الأسئلة. معرفتش السؤال بترجع للمادة تاني وبتجاوبه. دي أكتر طريقة هتخليك تفهم المادة بشكل عميق ودماغك تشربها بشكل أحسن. هعدد الموارد اللي أنا بذاكر منها ازاي؟ يعني أنا مجدي هو اللي نصحنا النصيحة دي، في كتاب مدرسة وفي كتاب الامتحان وفي مذكرة المستر، 3. انا هختار حاجه واحده بس وهجمع فيها كل الحاجات الزياده، زي ما انا عامله كده بالظبط. انا في حاجات زياده بره الكتاب ده موجوده، بس انا اخترت. انا في ثانويه عامه كنت بذاكر من كتاب المدرسه، كنت بفتح كتاب الامتحان قدامي ومذكره مستر وليد او ايا كان المدرس اللي انا كنت باخد عنده، وبفتح الكتاب، بقرا الدرس وبعمل هايلايت على الحاجات المهمه، بقرا كتاب الامتحان وبشوف ايه الحاجات الزياده اللي في كتاب الامتحان احطها ستيك نوت زي كده، وبشوف مذكرة مستورين ايه الحاجات اللي فيها زيادة وبكتبها من فوق في هوامش الصفحة كده، او بعملها بستيك نوت، او لو ما فيش ستيك نوت ومش متاح معايا اي حاجة بقطع ورقة. وحتى مستر وليد كان بيعمل كده، ده كان دايما بيجي مذاكر الكتاب ومقطعه من كل حتة، بقطع ورقة من كشكول عندي وبدبسها عادي كده بدبوس من هنا. كده انا لميت كل الموارد والحاجات المتاحة قدامي في حاجة واحدة عشان لما ارجع فيها ما تشتتش وما ضيعش وقت. طيب بعد ما انا عملت كده، ودي اول مره ذاكر فيها الماده، تاني مره هعمل اسئله، تالت مره هحل الاسئله، رابع مره هحل الاسئله اللي في كتاب الامتحان، خامس مره هحل الاسئله اللي في مذكره مستر وليد، وهكذا. انت بتعدد الموارد وبتعدد طرق المذاكره للماده الواحده وبتدخل المعلومه من كذا اتجاه في دماغك. طب عملت كل ده، استعد بقى للاختبار، احل شوامل واحل بوكلتات. بعد ما حليت الشوامل وحليت البوكلتات، حاول تراعي فكرة نفسيتك وتوزن نفسك وتبعد اي افكار سلبية ممكن تجيلك. انا مذاكر المادة وعملت اللي عليا بس، نقطة.
وبكده دي أهم النقط المختصرة إن أنت إزاي تزود تحصيلك الدراسي بشكل يخليك تجيب مجموع عالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.